وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذين إلى المغفور الحي القيوم الحبيب أحمد بن حسن الحابسي ثم إلى فضل بنت محمد سقم أن الله يغفر له ويرحمه ويسلم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت عليها وارثين. اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله بحمده وما استغفرنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على رسول جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين ثم على جميع البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا ثم على المهاجر الله بن عيسى ثم على عظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم ثم على سن المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وأصوله جميع أولاد 13 ثم على سن الحبيب عبد الله العيدروس ثم على سن الحبيب شالي ثم على سن الشهاب الأكبر ثم على سن فخر الرجل الشهاب بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم ثم على سن قبل أنفاس صاحب عمر بن الرحمن الغطاس وأشياء علي بن عبد الله بارس ثم على سن يوسف بن عبد الحسني ثم على الحبيب أحمد محمد الحبسي صاحب الشعب ثم على الحبيب قطب الإرشاد وأوصل العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الهداد وأصوله وفروعهم ثم على سن الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم على سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبسي صاحب المولد ثم على سيدنا الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر ثم على الحبيب علي بن عبد الله سقاف ثم على جميع مشايخنا وعلمائنا ثم على صاحب المصلى وزوج الحارة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم على الحبيب علي بن شاه سقاف ثم على الحبيب أحمد بن حميد الكب ثم على الحبيب عبد الرحمن المنور ثم على سيدنا الحبيب علي بن أحمد بحسين ثم على جميع مشايخنا وعلمائنا ثم على صاحب الحبيب أحمد بن شاه بن شهاب ثم على الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم على الحبيب بن شريف علي بن شهاب وكم
Salim. Semua Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syah, alhamdulillah fillahum wa yarhamul jinna birahmatih wa walidina wa walikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa liman taqaddama fi hadhihi al-hara fi hadhihi al-bila fi hadhihi مصلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم جنة برحمته ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشترا لهم من العذاب واجعلهم حجابا من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلهم واكتب لهم به من الفتنة ثواب أجزره وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات أعمالنا وأجلنا والإيمان توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمنا عليها يا مؤمن وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لمن تقوم وعلم الرحمن الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة من نواب علي من بركاتهم وأسرارهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى بسم الله آله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في الأجناه الجسم صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعيون صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرز البرد العوالم بتراب التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا من والاه يلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاهضته العيون فيما اجتله بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله
Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fi ta'aquli ma'anihil janan. Intashara minhu fi alamil butun wal ma mala'al wujuda khalqiya nur fatabarakallahu min ilahin karim basyaratna ayatul zikril hakim bibisyarati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal ihsan sallallahu alaihi tasbutu biha fis suduri minal imani qawaidu wa taluhu ala ahli yakini min sirri zalikal iz'ani wa tadbiru sallallahu alaihi wa ashhadu anna sayyidana muhammadal abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha anillahi ma amarahu bitablighihi li halqihi min fardihi wa naflihi abadan arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nazira wa ballagha risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Fama a'zamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar wa ma awsaha min ni'matin intasyarra siluha fil bahri sallallahu Allahumma shalli wa sallim bi ajali salawati wa jamaiha wa azkatahiyati wa amsaiha ala hadzal abadil ladzi wafa bihaqqil ubudiyah babaraza fiha bihil atil kamal wa qama bihaqqil rububiyati fi mawatinil hidmati lillahi wa qala alaihi sallallahu alaihi salatan yattasilu biharuhu musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih wa yuktabu biha bi'inayatillahi kihisbih wa ala alihi wa sahbihi allazina irtaqaw sahwatal majdi bi qalbih wa tafayyahu tilal syarafil asli bi huddihi wa hubbihi ma'attalal akhwana min ashri dhikrahum nasim. Allahumma salli wa sallim ala salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadir raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Amma ba'du falamma ta'alaqat iradatullahi bil ilmil qadim bi zuhuri asrari tahsisil basaril karim bitaqdimi wa taqdim nafazatil qudratul bahiqah bin nikmatil wasi'atil wal minnatil ghamirah fan falakot baidatul taswir fil alamil mutalakil kabir anjamalil masyhur fil ain sallallahu alaihi hawin liwasfil kamalil mutlakil wal husni tammi wazain fatanaqqala zalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun fama min sulbin dhammah illa wa tamma alaihi min Allahi ni'mah
fahuwa qamaru tammul ladzi yatanaqalu fi buruji liyatasharrafa bihi mawtinu istiqrarihi wa mawdi'uhu sallallahu alaihi wa qad qaddatil aqdara azaliyatu bima qadat wa azharat bin sirri hadan nuri ma'azarat wa khassasat bihi man khassasat sallallahu alaihi fakana mustaqarruhum fil aslabil fahira wala alhamil sarifata hatta baraza Syafi alami sahadati basharul lakai bashar wa nuran hayyara la afkana zuhuruhu wa bahar fata'allaqat himatur rahimi lihazihil bi an yarkuma fi hazaki tosi ma huwa alaihi min ajaibi dzalikan ma'ruf sallallahu alaihi wa in kanatil asla al-suldu la tafi bi uzuri mi'syari awsafi zalikal ma'suf taswiqan lisani'in min awazil mu'minin wa tarbihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin wa illa fa'anna tu'ribu aqlam ansuruhi khairil anam sallallahu alaihi walakin khazzalni ila tatwini ma hafidtu tuhubi siyari asra fi makhluqin wa ma akramahullahu bihi maulidihi minal fadli Idlillazi ammal alamin wa baqiyat rayatuhu bil qawli mansuratan ala marri al-yamsu wa da'it ta'aluki bihazihi khadrati karima wala ijut tasawwufi ila sama'i awsafiha azima wala Allah yanfa'u bihi mutakallima wasami fayadulani fi ma'ati hadan nabi syafi wa yatawarwahani bi rafi dhalika na'im Allahumma salli wa sallim ashrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وقد آن للكلام أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وناسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته الكلام والقرطاس وتتنزه في حدائقه أسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله ونور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول محلوك
برز في عالم منه تفرع وجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله لك قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أول نبي في خلقي وآخرهم في البحر صلى الله عليه. وقد تعدد رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من صرفه من العالمين فتنقل هذا النور من ذنب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم الكريم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي الجر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة كلمة آمنة فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فدمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا لا تذكر منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروثه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة الفضل وتنتشر في أثاره الصليب. اللهم صل وسلم أصدق الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرات المعصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله. والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإدر الفراه بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم كالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على قد تمم الله مقاصدنا وجعل منا جميع الهام ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عام طابت بذكري مشاربنا وكم من الله علينا كم وكم تفضل وكم عونا وكم تكرم وكم أنعم دعوت جانا بلا سهنا سبحان مولاي من الحام مبنى الهوى عندنا مبنى بشان داهلو أن يسلم ولو حقيقة ولو معنى قليل تلحقوه من ترجم ليلة صفقات صفات معنا ونورها بيننا يقسم تربات تبول تضربنا ورجي الله ما يهرم حاشا إلهي يهيبنا وله مواهب علينا جام حسن الرجاء فيه قائدنا للخير في ذي كذا هثام عسى بفضله يعاملنا من الأطب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم وعاقبتنا تقى حسنا فيه
ما عمرنا يهدم صلوا على من به سدنا على فسح كذا جام ما حرك الطبل من غنى وناه بصوته وترنم قد تمام الله مقاصدنا وذل منا جميع الهم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطر الجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين التعيين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت إناء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفاذ الحق حكمه على من أطم الله عليه النعمة من هوات الأمة أن يهدر عند ودئه الأمة تأنيسا لجانبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمة الممدود فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة العاسية وما من الهور العين من فضم الله له من الشرف في القسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق سبحان النور وبرز حمد المحمود خدعنا لله في التعظيم والسجود. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون بتواجا بجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور الله يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالتراب يغلى المثاني فيا زار اليمن والراد واستبيع بجمال فكفى الحسن تفرا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل يا ربي على من النبي فون نجدنا المشافى في القيامة للخلائق أجمعين صل يا ربي على من النبي للأمين المشفى في القيامة بالخلائق أجمعين شراب سعد مستمر ليس ينفع حيث فينا طعام جمال فاق المعنبر صل يا ربي على من النبي الأمين المشفى في القيامة بالخلائق أجمعين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي يا جنب الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ربكم الله حمد جل أن يحصره العالم
المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبيل الهرب كيدي سعد ونور جال أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا التواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا يا تواب وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا سامحنا فيما جنينا سامحنا فيما جنينا
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تغشى شرف الرزق محمد وسلام مستمرا بالله من يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد وهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أنه شرفا على مجده صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ويدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجلته فلم أنسب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك أني أسمع ودمي الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي إلا مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدة عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزتي تعد الرحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين يا الله. الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك
وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحد حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة معنا وسورة واكشف اللهم قلبة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفضل القبول بحق أبية الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. لا رحمة سبحانه وتعالى يا سلام وأهلا الحمد لله آمين. قبول. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mussallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kita muliakan sama daripada al-amam wal aba, daripada sepuh-sepuh kita Al-Habib
Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf, Al-Habib Ali bin Hamid, dan Habib Ja'far dan lain-lainnya yang tak bisa Al-Faqih sebutkan satu demi satu, namun tanpa mengurangi rasa penghormatan kami, rasa ta'zim kami kepada mereka semua, dan para asatid Al-Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Al-Ustaz Syukri bin Syahab, dan semuanya mudah-mudahan mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan dan kesehatan afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari tadi kita sudah mulai daripada asar, daripada membaca Yasin, tahlil, serta membacakan maulid. Tidak lain kita di sini mengadakan maulid membanggakan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rasa cinta kepada beliau dan mendapatkan kecintaan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita al-hana, ya al-hana wa zalal ana, ghufiratul dzunub, suritul uyub, hasalal matlub bi barakati sayyidina al-habibil mahbub. Kemudian selanjutnya kita mintakan hikmah daripada maulid kepada Ustadz Farhan bin Idrus As-Segaf, fa'alihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita hormati bersama-sama para habaib, para asatidah, para syiban yang menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini untuk memperingati hari Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan dengan kehadiran mereka acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga mudah-mudahan dan semua kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tak lupa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, dari nikmat yang terbesar yaitu nikmatul Islam wal iman, dan juga nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul pada sore hari ini memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan rahmat, perkumpulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada beliau, dan beliau pun cinta kepada kita, sehingga kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kumpulnya kita di sini adalah memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita yaitu adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita syukuri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Allah katakan, ingatlah kalian akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana dahulunya kalian itu saling bermusuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian, kemudian dengan nikmat tersebut kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian itu dahulunya kalian itu seharusnya sudah berada di pinggir daripada pintu api neraka.
fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian berkat nikmat tersebut. Nikmat ini adalah al-iman, dan kita tidak akan mengenal iman kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mengenal iman ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nikmat tersebut kita sangat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merayakan acara semacam ini. Ini adalah sedikit daripada tanda syukur kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Haythami beliau menjadikan dalil bahwa seseorang itu disyariatkan, bahkan dianjurkan untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristimbat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang masyhur sering kita dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka. Kemudian mereka menjawab, karena hari huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa naja Musa wa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Karena hari ini, kata orang-orang Yahudi, adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa, dan kami melakukan ibadah puasa bentuk rasa syukur kami akan nikmat tersebut, yaitu keselamatan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa setiap tahunnya di tanggal 10 Asyura, karena Rasulullah mengatakan wa nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih berhak daripada kalian untuk mengingat hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan fa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzal nabiyyur rahmah. Apakah ada nikmat yang lebih besar daripada keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keberadaan beliau adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sehingga ini adalah bentuk kecil daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab saja yang kita kenal sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang luar biasa sangat mengganggu dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi melihat kakaknya yaitu Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya. Sering kita dengar ini hadis. Cerita ini sering kita dengar. Ini adalah mimpi daripada Sayyidina Abbas, adik daripada Abu Lahab, bermimpi melihat Abu Lahab mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat berupa bisa meminum susu dari jari jemarinya. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, kenapa kau mendapatkan hal tersebut? Kemudian Abu Lahab mengatakan, karena aku memerdekakan hambaku Thuwaibatul Aslamiyah karena kesenanganku atas kelahiran keponakanku yaitu Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya orang kafir saja yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan karena rasa senangnya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan seorang mukmin yang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan bertauhid? Maka dari itu Al-Imam Muhammad Syamsuddin Ibnu Nasir mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana fi dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau seandainya orang kafir saja yang namanya sudah tercantum di dalam Al-Qur'an akan celakanya dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan seorang mukmin yang cinta dengan Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian dia meninggal dalam keadaan iman? Pasti ini orang tidak diragukan lagi akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin yang berkaitan dengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman Raja Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan
ada seorang pemuda yang pandai di dalam berkuda. Ini orang pandai di dalam berkuda. Pada suatu hari ini kudanya ngamuk. Ngamuk akhirnya lari sekencang-kencangnya. Kemudian kuda ini masuk ke rumah raja. Ke rumah raja dan menabrak pintu raja, dan kebetulan di depan pintu raja ada anak raja yang masih kecil, sehingga ditabraklah oleh kuda. Akhirnya ini anak tidak terselamatkan, meninggal dunia. Ini pemuda merasa bersalah, akhirnya ketakutan, dia berlari, ketakutan. Kemudian dia yakin, ini sudah yakin 100% pasti marah ya raja. Bisa-bisa dia ini dihukum mati sama raja. Akhirnya singkat cerita, datanglah prajurit ke pemuda tersebut, memanggil ini pemuda, wahai pemuda, kau dipanggil raja. Abdul Malik bin Marwan. Sudah pasti mati ini. Ini udah pasti mati karena membunuh anak raja. Akhirnya di dalam hatinya terbesit, berniat, bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Abdul Malik bin Marwan, Raja Abdul Malik bin Marwan memaafkan aku, saya bernadar saya akan buat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika berjalan sampai ke rumah raja, Abdul Malik bin Marwan yang awalnya marah luar biasa kepada ini pemuda, subhanallah, akhirnya berbalik. Ketika melihat ini pemuda, hatinya girang, senang, bahkan sampai tersenyum. Dan dia heran terhadap dirinya sendiri. Seraya mengatakan, wahai pemuda, apakah kau ini penyihir? Yang awalnya aku ini marah, kemudian ketika melihatmu, hatiku girang, senang. Apakah kau ini penyihir? Tidak, wahai raja, aku bukan seorang penyihir. Kemudian sebutkan apa penyebabnya aku bisa menjadi seperti ini. Kemudian dipikir-pikir, mungkin wahai raja, tadi ketika aku berjalan ke rumahmu, aku bernadar, kalau seandainya kau memaafkan aku akan membuat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja mengatakan, afautu angka, aku maafkan kau, ini uang 1000 dinar buat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Berkah daripada seseorang bernadar untuk membuat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyawanya terselamatkan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah dari samah kitab I'anatul Talibin juga. Di zaman Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda yang kerjaannya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk Basrah ini terjadi di negeri Basrah, di negeri Irak, di kota Basrah, ada seorang pemuda kerjaannya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi siang malam selalu bermaksiat, sehingga penduduk Basrah ini kalau melihat ini orang yanzurunahu bi'aini tahgir, melihatnya dengan pandangan hina. Ini orang selalu bermaksiat, tapi ini orang mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan, yaitu ketika datang bulan Rabiul Awal, ini orang bersih-bersih rumah, bersih-bersih baju, dia pakai baju yang paling bagus, pakai wewangi-wangian, kemudian bikin acara di rumahnya, dibacakan di situ maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya di bulan itu saja. Tapi di luar bulan tersebut ini orang kerjaannya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya begitu. Datang Rabiul Awal, bersih-bersih, mengadakan acara maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beberapa tahun akhirnya ini orang wafat, meninggal dunia. Penduduk Ahlul Basrah ketika ini orang wafat, mendengar suara seruan dari langit yang mengatakan, uhduru ya ahla Basrah washhadu annahu waliyun min washhadu janazah hadhihi annahu waliyun min awliyaillah fa innahu azizun indi. Hadirlah wahai penduduk Basrah dan saksikanlah jenazah ini, sesungguhnya dia adalah waliyun min awliyaillah, dan sesungguhnya orang ini adalah orang yang mulia di sisiku. Akhirnya penduduk Basrah semuanya datang ke rumah ini pemuda untuk mengantar jenazahnya. Luar biasa berkat daripada maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kisah-kisah yang sering kita dengar, seseorang mendapatkan keberkahan daripada duduknya dia di majelis yang dibacakan di situ maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting
yang penting ketika kita ingin mendapatkan keberkahan maulid, pasang husnudzon, pandang dengan hadir dengan khusyuk, penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan maulid. Bagi mereka yang selalu hadir namun tidak menjaga adab akhlak ketika acara maulid, maka ini orang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab itu kurang apa? Diriwayatkan pernah Abu Lahab itu pernah duduk bareng makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini orang mendapatkan hidayah? Tidak. Karena dia memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya orang dari suku Quraisy, anak daripada pasangan suami istri Abdullah dan Aminah. Itu saja dipandang Abu Lahab, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ketika kau ajak mereka untuk hidayah, la yasma'u, mereka tidak mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika, kau menyangka mereka itu melihatmu, wa hum la yubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak melihatmu. Yang dimaksud adalah tidak melihat hakikatmu, yaitu seorang nabi, seorang rasul, sehingga mereka tidak mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seseorang yang meremehkan ketika mahallul qiyam. Mahallul qiyam ini kalau kita perhatikan, paham dengan arti maulid. Maulid itu dari awal pembacaan salawat, kemudian kisah tentang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Dari fasal awal, fasal kedua, fasal ketiga, pasal terakhir sebelum mahallul qiyam, di situ menceritakan kisah Sayyidah Aminah ketika melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir, maka adanya mahallul qiyam, kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang di zaman Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek daripada Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas ini dikisahkan oleh Sayyid Alwi, anak beliau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, mengkisahkan bahwa ayah saya dulu pernah ada hadir di Baitul Maqdis pembacaan maulid. Hadir di Baitul Maqdis pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Dia melihat ada seorang yang udah tua, luar biasa tuahnya, tapi dia perhatikan dari awal pembacaan maulid. Pada saat itu pembacaan maulid yang dibacakan adalah maulid Barzanji. Maulid Barzanji. Dari awal pembacaan diperhatikan oleh Sayyid Abbas, ini orang tua berdiri. Ketika mahallul qiyam orang-orang berdiri, dia berdiri, orang duduk, selesai mahallul qiyam ini orang masih berdiri. Sampailah selesai pembacaan doa, ini orang baru duduk. Akhirnya didekatkan oleh Sayyid Abbas, seraya menanyakan, apa yang kau lakukan? Dari awal saya perhatikan kau ini dari awal pembacaan maulid sampai terakhir baru kau duduk. Kemudian ini orang tua menceritakan, dulu saya ini orang yang sangat mengingkari berdirinya ketika seseorang mahallul qiyam. Orang yang sangat mengingkari, bahkan saya berpendapat itu adalah bid'ah sayyi'ah. Sehingga pada suatu malam aku tidur bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpiku ketika Rasulullah datang, itu semua orang berdiri. Semua orang berdiri dan aku ingin berdiri, aku tidak bisa. Kemudian Rasulullah mendekatiku. Rasulullah mengatakan, anta la tastati'ul qiyam, kau tidak bisa berdiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini orang kaget. Ketika kaget, bangun dari tidurnya, bukan kaki ini, saya bernazar saya akan berdiri dari awal pembacaan maulid hingga akhir. Nah, inilah sebab daripada orang tersebut berdiri dari awal pembacaan maulid sampai terakhir. Jadi dari kisah-kisah tadi, seseorang bernazar, yang awal tadi bernazar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya raja tidak membunuhnya. Yang dari kisah ini juga seseorang bernazar untuk mengadakan acara maulid, sehingga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kakinya dari lumpuh. Nah, ini semua keberkahan daripada maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti yang kita sampaikan tadi sudah, yang penting yaitu adalah kita pandang dengan pandangan ta'zim kepada siapapun hadir maulid. Banyak di antara kita di sini orang-orang soleh, para syiban kita, para asatidzah, kita pandang mereka dengan pandangan yang ta'zim, penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Orang soleh,
orang soleh, kalau seandainya kita pandang mereka dengan biasa-biasa saja, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan keberkahan mereka. Maka dari itu kita pandang mereka dengan pandangan ta'zim. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih Alamatud Dunya mengatakan, yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa qallu faqul lahum kalla walakin jullu an antarahum a'yunul juhali fakaifa yakhlu alimus syahada anhum wa hum fihi al-hudatul qadah. Habib Abdurrahman mengatakan, yaqulu qaumun, ada sebagian orang mengatakan, qad adimu fi asrina, sudah tidak ada lagi orang-orang soleh di zaman ini. Faqul lahum kalla walakin jullu, katakan kepada mereka, orang soleh itu masih banyak di zaman sekarang. Walakin jullu an antarahum a'yunul juhali, mereka itu banyak dan mereka itu sangat mulia sehingga sulit untuk dilihat oleh mata-mata orang yang bodoh. Fakaifa yakhlu alimus syahadah, bagaimana orang yang soleh, orang yang alim di muka bumi ini tidak ada. Wahum fihim anhum wahum fihil hudatul qadah, sedangkan mereka ini adalah suri tauladan kita. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah mata kita, jagalah hati kita selalu berhusnudzon kepada siapapun sehingga kita mendapatkan keberkahan, khususnya ketika kita hadir maulid ini. Pandang maulid ini adalah perayaan yang mana di situ lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada acara maulid ini, keberkahan daripada para hadirin yang menyempatkan hadir di sini. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Farhan, jazakumullah khair jaza. Kemudian acara yang terakhir penutupan, kita mintakan kalimatul dzikir dan doa syifa kepada Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketemukan kita di tahun selanjutnya dalam keadaan sehat dan afiat. Dan serta Al-Faqih mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin tetamu yang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ribuan terima kasih, begitu juga kepada panitia dan semua yang ikut andil ikut serta dalam membanggakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah, astaghfirullah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية لأخينا محمد زيدان درموان بن شبل الدين، ولمن أوصانا بشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده زقما ولا ألما. على هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Diharapkan yang di dalam musola buat hidangan satu nampan 6 orang, yang di luar